بسم الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة اللي فاتت درنا إسلام حمزة بن عبد المطلب، وهجرة المسلمين المستضعفين الأولى إلى الحبشة، وإسلام عمر بن الخطاب. وفي هذه الحلقة راح نكمل بقية السيرة النبوية بإذن الله. بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولأنه كان متميز عن بقية الصحابة بصفة تميزه هو عن غيره. عمر بن الخطاب كان رجل قوي وما يخاف حتى من واحد. بمجرد أنه خرج من دار الأرقم بن الأرقم كان موراه عبد الله ابنه، قال لهم وروا لي رجل هنا في مكة يدي الأخبار. قالوا له أكبر واحد يدي الأخبار هنا هو جميل بن معمر الجمحي. راح ليه وقال له ألم تعلم أني أسلمت؟ فعمر بن الخطاب يقول لهم والله، قال لهم ما دار لي ولا شاف ولا سألني ولا عرف حتى شكون اللي ينطق قدامه. راح يجري، هو يجري وعمر بن الخطاب يجري موراه، وعبد الله بن عمر يجري مورا باباه. فإلى أن وصل إلى مكة: يا قوم أسمحتم؟ لقد أسلم عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب جاء مكانه وقال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتلموا عليه القوم بالعيسية، هو يضرب وهو ما يضرب، وبقوا على ذاك الحال. ومن بعد ضربوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في راسه، فطاح على الأرض وناض وبقى متضارب معهم حتى أشرقت الشمس عليهم فأحرقتهم. ومن بعد فايت عليهم واحد الشيخ كبير فات علينا في السيرة، هو العاص بن وائل السهمي. قال لهم ما لكم وما لعمر، دعوه هو امرؤ اختار أمره. كما نقولوا احنا شو دخلكم فيه، بغى يعبد ربي انتم شو دخلكم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لهم فسبحان الله ترفدوا عليا كما الرجل كي يخلع عباءته. فلأنه دائما عمر بن الخطاب كان مميز عن غيره من الصحابة بصفة، كانت هذه هي صفته، كان هذا إسلام. وحتى في الإسلام كان مميز بصفة تخصه هو تماما، كما كانت صفة تخص أبو بكر الصديق بنشره للإسلام في أول يوم أسلم فيه. ثم صارت واحد الأمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام في سكينة جالس مع الصحابة المستضعفين: بلال بن رباح، وخباب بن الأرت، وعمار بن ياسر، ويعلم فيهم الدين ويدارسوا في أخلاق الإسلام. فجوا له اثنان من كبراء العرب، واحد يسموه عيينة ابن حصن الفزاري، وآخر يسموه الأقرع بن حابس التميمي. وش قالوا له؟ قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بغيت نقعدوا في ذاك المجلس تاعك طرد هذا الضعفاء المستضعفين، مناش حنايا تاع اللي نقعدوا مع ناس كيما هكا. وهذا الأمر يكسر نفوس الإنسان اللي يكون مسكين ضعيف، أو يكون فقير، أو يكون مريض. فالله سبحانه وتعالى أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من سورة الأنعام الآية 52 إلى الآية 53: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أوليس الله أعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم عليه الرحمة. وهذه هي الآيات اللي نزلت في الفقراء من المسلمين اللي كانوا من الأصل وجبرت بخاطرهم، لأنهم أساسا كانوا مستضعفين وتعرضوا للعذاب والإهانة والضرب بسبب تخليهم على عبادة الأصنام والدخول في الإسلام. فالله سبحانه وتعالى جبر خاطرهم بهذه الآية. يقول لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض تماما كلام كبار العرب، وكان استوصى بكلام الله سبحانه وتعالى. كان كل ما يتلاقى بهم يقولهم السلام عليكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم عليه الرحمة. كان كل مرة يقول هذا الكلام للمستضعفين الصحابة. وفي مرة أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام بينما هو ضعاف المسلمين يدارسوا في الإسلام، بغى الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بالمجلس، فنزلت عليه آية أخرى تجبر بخاطر الناس المستضعفين والفقراء من المسلمين. ويقول فيها الله سبحانه وتعالى، وهي آية من آيات سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم.
دايما نبقاو في السنة السادسة لمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وحدوث حدث آخر مهم، هو عودة المسلمين المهاجرين الأوائل اللي كانوا هاجروا للحبشة إلى مكة. الهجرة هذه عودتها كان عندها 3 أسباب مهمة جدا. أول سبب هو إسلام حمزة بن عبد المطلب. لمجرد أنهم سمعوا بإسلام حمزة بن عبد المطلب، وكانوا يعرفوا مليح أنه رجل عنده هيبة وسيد من سادة قريش، وما كاش اللي يقدر يأذي جماعة يكون فيها حمزة بن عبد المطلب. السبب الثاني هو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما سمعوا بإسلام عمر بن الخطاب، نفس الأمور كما هو بالنسبة لحمزة بن عبد المطلب، إسلامه راح يخليه وجوده في جماعة المسلمين المستضعفين، ما كان لا يقدر لا يأذيهم ولا يأذي عمر بن الخطاب. بالإضافة إذا واحد الأمر حدث بسبب إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما أسلم بدأوا المسلمين يصلوا في ظل وجوده أمام الكعبة، قبل كان يصلوا في الدار. عبد الله بن مسعود يقول في ذا الأمر، يقول: كان إسلام عمر بن الخطاب علينا فتحا، وهجرته نصرا، وإمامته رحمة، فكنا لا نصلي أمام الكعبة حتى أسلم عمر. هذا الأمرين وصلوا حتى للحبشة، أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحمزة بن عبد المطلب دخلوا للإسلام. والسبب الثالث هو إشاعة نصفها صح والنصف الآخر كذب. النصف الحقيقي منها هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمام الكعبة وكان مع المؤمنين، وكانوا قابلين المشركين كالعادة، وهو كان يتلو عليهم في سورة النجم. وكما نعرف سورة النجم في آخرها كان سجدة، فاسجدوا لله واعبدوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يسترسل في قراءة القرآن، في قراءة آيات سورة النجم، حتى وصل للسجدة. سجد الرسول عليه الصلاة والسلام، سجد المؤمنون، وسجد وراء المشركين من كثرة استطعامهم لبلاغة القرآن وانبهارهم ببلاغة القرآن الكريم، وليس عن إيمان. هذا هو الجزء الحقيقي. الجزء الكذب هو أنه انتشرت إشاعة أنه كل أهل مكة دخلوا للإسلام، ووصلت الإشاعة حتى الحبشة، فرجعوا المسلمين الأوائل. والمشكل ويقول لك أنه في كتب السيرة هم ارتكبوا خطأ، لأنهم لم ينتظروا أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا في بداية الإسلام كانوا يتعلموا في أمور، وكان الله سبحانه وتعالى يعلمهم في أمور تخليهم دايما لازم يكونوا مع الرسول ومع أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. بمجرد وصولهم إلى مكة عرفوا أنه مكش منها هذا الأمر، وأنه كان مجرد إشاعة، مجرد كذب. فاجتمعوا مع بعضهم، وما كانوش قويين كما قلنا مع الأول، كانوا 12 رجلا و4 نساء، أو على الأكثر في كتب السير يقول لك كانوا 14 رجل و4 نساء، يعني على الأكثر كانوا 18 شخص. اجتمعوا أمام مكة. قبل ما يدخلوا المكة اجتمعوا وتقسموا إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى تاخذوا هذه القرارات، قالوا أنه احنا نتقسموا إلى 3 مجموعات. مجموعة تتحمل مشقة الطريق وتعاود ترجع للحبشة، أحسن لها من أنه تتحمل المشركين وعدوانيتهم. المجموعة الثانية تدخل خلسة وخفية بلا ما تحسس قريش بدخولها، على جلبها تلم أغراضها وتخرج، خصوصا اللي يكونوا منهم المستضعفين. المجموعة الثالثة هي اللي راح تدخل في جوار المشركين. هذا الأمر كان عادي جدا في الجاهلية، أنه إنسان كي يطلب جوار شخص، يعني أنا ندخل في أمانك، يحميه ويدخله حتى وإذا كان قتله باباه. كان عندهم ذا الأمر عادي. واحتمدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام، فيقول: أجرنا من أجرت يا أم هاني. أم هاني كانت هي ابنة عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخت علي بن أبي طالب. ويقول أنه في فتح مكة علي بن أبي طالب كان باغي يقتل واحد الزوج، كانوا مشركين، فهم دخلوا عند أم هاني وطلبوا الجوار تاعها. بمجرد أن جاورتهم، علي بن أبي طالب امتنع عن قتلهم، وراحت أم هاني للرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته بهذا الأمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: أجرنا من أجرت يا أم هاني، يعني احتمد هذا الأمر حتى بعد الإسلام. فهذه المجموعة كان عثمان بن عفان زوج رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي دخل في جوار بنو أمية قبيلته. وكان عثمان بن مضعون اللي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام على الجماعة اللي سافرت، يعني كان أميرهم عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون كان من قبيلة جماحة، لأنه قبيلة جماحة كانت كامل معادياته، دخل في جوار الوليد بن مغيرة. وفي نفس هذه الفترة، بعد اشتداد أذى المشركين للمسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بهجرة ثانية اللي راح تكون كبيرة هذه المرة، فيها 82 أو 83 رجلا، على اختلاف سفر عمار بن ياسر بعد استشهاد والديه سمية وياسر.
و18 امرأة، وأمر عليهم جعفر بن أبي طالب ابن عمه كأمير على هذه الجماعة. هذه الهجرة هذه المرة راح تكون صعبة بزاف، لأنه فيها عدد كبير من الناس وفيهم أطفال وشيوخ ونساء، الأطفال والنساء يثقلوا بزاف السفر، ووجود فلذات أكباد المشركين، بالإضافة إلى أن قريش تفطنت لهذه الهجرة فحاربتها بغلق مداخل ومخارج مكة المكرمة. من بين المهاجرين المسلمين في الهجرة الثانية اللي قلنا عليهم فلذات أكباد كبار المشركين هم أبو سفيان بن حرب، كانت معاهم بنته رملة أم حبيبة اللي هاجرت في الهجرة الثانية إلى الحبشة، واللي من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام راح يتزوجها، وهي أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وكان كاين رجل اسمه صفوان بن أمية بن خلف، تاجر سلاح كبير في قريش، عنده بنته من السابقين الأولين زينب، وكان زوجها أبو حذيفة، أبوه من كبار المشركين عتبة بن ربيعة. أبو حذيفة وزينب فان كانوا من المهاجرين إلى الحبشة. عمرو بن العاص من كبار المشركين، كان عنده خوه اسمه هشام بن العاص. سهيل بن عمرو عنده 3 أولاد، ومن بينهم سهلة بنت سهيل بن عمرو، سافرت أيضا، كانت من السابقين الأولين ومن الذين هاجروا إلى الحبشة. لكن رغم هذا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قدر المسلمين يخرجوا خلسة وخفية بلا ما تفيق بهم قريش، ووصلوا للبحر الأحمر وركبوا السفينة ووصلوا حتى للحبشة. فلما تفطنت قريش بعد سفرهم في اليوم التالي، استشاطت واستغاظت وقررت أنه دير مهمة معينة بتعاود ترد فلذات أكبادها وحتى المسلمين اللي كانوا معاهم من الحبشة إلى مكة المكرمة. دارت قريش اجتماع في دار الندوة، واتخذت قرارات أنها تبعث رجلين، اختاروا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، رجلين كانوا فصيحين وبليغين، وعمرو بن العاص كان صديق الملك النجاشي وكان يعرف عليه أمور بزاف. قرروا أنهم هذو هما اللي يكونوا رسولين إلى الحبشة به يردوا المسلمين من الحبشة إلى مكة. قريش طلبت من عمرو بن العاص، سألته عن نوع الهدايا اللي يبغيها أو يفضلها الملك النجاشي، فقال لهم أنه يفضل الجلود المدبوغة، فجمعوا له أكبر عدد من الجلود المدبوغة من مكة، وأمروه أنه يهادي أيضا البطارقة والأساقفة. البطارقة هم رجال السياسة، والأساقفة هم رجال الدين بلغة أهل الحبشة، فطلبوا منه أنه يهاديهم بالهدايا ويدخل عليهم هما قبل أنه يدخل على الملك النجاشي، به يصدقوا كلامه إذا دخل على الملك النجاشي. فعمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة قاموا بالرحلة من مكة حتى للحبشة بهذيك الهدايا للبطارقة والأساقفة والملك النجاشي. لما وصلوا للبطارقة والأساقفة، يقول لك عمرو بن العاص رمى ليهم 3 أسهم، كان رجل بليغ. شيء قال للبطارقة والأساقفة، قال لهم: صبا منا غلمان سفهاء، جو من عندنا واحد الشباب طايش، جاء من عندنا واحد الشباب طايش إلى أرضكم. السهم الثاني قال لهم: تركوا دينهم ودين آبائهم وأجدادهم وعابوا آلهتنا ولم يدخلوا في دينكم وابتدعوا دينا جديد. والسهم الثالث: بعث فينا أشراف قومهم آباءهم وأعمامهم وعشائرهم وهم أعلى عين منهم. أعلى عين منهم يعني هما يفهموا وعندهم أعلى بصيرة، كما احنا نقولوا هما يشوفوا الصوالح اللي ما يقدروش هذوك كبار ويقدروا يشوفوا، ما هذا شباب طايش بصيرتهم كما احنا نقولوا مغلوقة، ما يقدروش يشوفوا شيء يشوفوا والديهم. وطلبوا منا أن تسلمون إياهم. قال لهم: إذا تكلمنا مع الملك فصدقوا كلامنا. هزوا البطارقة والأساقفة برؤوسهم، عجبتهم الهدايا ووافقوا على كلام عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة واقتنعوا بذا الكلام. وغدوة من ذاك دخل عمرو بن العاص إلى الملك النجاشي، رغم أنه كان صديقه لكن كان عارف مليح أنه رجل عادل لازم يسمع. فعمرو بن العاص لما دخل على الملك النجاشي قال له: أيها الملك، ضوى منا غلمان سفهاء إلى بلدكم، يعني جو من عندنا واحد الغلمان خفاف شباب طايش إلى بلدكم. وهنا يقولوا في كتب السير أنها سقطة من سقطات عمرو بن العاص، لأنه الناس اللي جات للحبشة ما كانوش سافين وما كانوش شباب، إنما كانوا نصهم أو معظمهم من سادة قريش. فالسهم الثاني كان: سفهوا قومنا، فرقوا جمعنا، عابوا آلهتنا، تركوا دين آبائهم وأجدادهم
ولم يدخلوا في دينكم وابتدعوا دينا جديد. أما السهم الثالث اللي هو جيت ليك في مهمة دبلوماسية، وهي أنه أشراف قومهم بعثوا فينا أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم أن تسلمهم إياهم. ويقال أن عمرو بن العاص في هذه المهمة كانت عنده مهمتين. المهمة الأولى هي مهمة دبلوماسية، يعني كان جاي يتكلم بلسان قومه، والمهمة الثانية هي مهمة شخصية، خطر من بين الناس اللي كانوا مهاجرين هو هشام بن العاص من الصحابة الأوائل السابقين الأولين أخوه. فالبطارقة والأساقفة هزوا برؤوسهم وهما يخزروا في الملك تصديقا لما قاله عمرو بن العاص، وقالوا له: أيها الملك أسلمهم إياهم، قومهم أعلم بهم. فالملك النجاشي غضب شديد وقال: لا هيم الله، بما معنى لا والله، قوم لجأوا إلى أرضي طلبوا فيها جواري أسلمهم إياكم قبل أن أسمعهم. قال لهم حتى نسمعهم ونعرف أصل الحكاية، إذا كان كما راكم تقولوا نسلمهم لكم، إذا كان غير ذلك يبقوا هنا في أرضي. كانت هذه حلقة من حلقات السيرة النبوية. المرة الجاية إن شاء الله راح نديروا الحوار اللي جرى بين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والملك النجاشي، هو حوار مهم جدا، لذلك راح تخصص له حلقة كاملة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.